السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ وفاء. وصفتنا اليوم كعك الأساور الفلسطيني بالطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الطحين اللي أنا استخدمته كيلو. استخدمت طحين متعدد الاستخدامات، استخدمت طحين المؤن. طبعا أنا نخلته الكيلو 8 أكواب من نفس الكوب، يعني كوب الشاي. رشيت رشة ملح، حركت الملح مع الطحين. بدي أحط المعيار السمنة والزيت. السمنة أنا دوبتها، استخدمت كوب سمنة. لازم أدوب السمنة علشان أخذ المعيار الصحيح. يعني أنا أخذت كوب من السمنة، دوبته، يعني حطيته على النار بس مجرد ما دابت، يعني أنا ما خليتهاش تسخن. وحنزل كوب زيت، وحبدأ أبس الطحين مع الزيت والسمنة. أنا مش حنقعه، اللي أنا قبل هيك عملت الطحين مع السميد، فكنت أنقعه أبسه يعني قبل بيومين علشان حبات السميد تتفتح. لكن الطحين أنا ما نقعتوش، بسيته مجرد يعني خليته يرتاح ساعة. بعد ما بسيته حبدأ أبس بالطحين، حبدأ أبس الطحين بالسمنة والزيت. وأنا ببس في الطحين حسيت إنه يعني محتاج زيت كمان. فنزلت ربع كوب من نفس الكوب اللي أنا حطيت فيه الزيت وعايرت فيه الطحين. وحبسه يعني حبسه كويس عشان اخد نتيجة كويسة. وانا ببس فيه كان يعني زي الغريبة، القوام مثل الغريبة. الصراحة الكعك طلع طيب كتير. الكعك كان طري وبنفس الوقت ما بتكسرش، لأني بسيته بطريقة صحيحة. حغطيه وأتركه ساعة. بالنسبة للعجوة حنزل على العجوة سمسم وملعقة قرفة، وحعجنها بزيت الزيتون. المحلب قبل ما أطحنه ححمصه. بعد ما ارتاح العجين، ارتاحت ساعة بعد ما بسيته، حرجع تاني أبسه. يعني حبسه يعني قدر دقيقة. وحنزل 3 ملاعق دقة كعك، اللي هي عبارة عن شومر مطحون وينسون مطحون، وملعقتين حليب ناشف. وحنزل ملعقة حبة البركة أو نص ملعقة حسب الرغبة، والسمسم حسب الرغبة. نزلت 8 ملاعق سمسم. السمسم محمص، يعني أنا بحب السمسم يكون واضح، بكون طيب طعمه كتير في الكعك. وبكيت بيكنج باودر وبكيت فانيلا تقريبا ملعقة كبيرة، ورشة خميرة يعني أقل من ربع الملعقة. حرك كل المكونات مع عجينة الكعك. المحلب أنا كنت ناسية أحطه، فحنزل المحلب بعد ما طحنته. حنخله تقريبا نص ملعقة صغيرة محلب، والسكر ملعقة سكر
مطحون. السكر اللي استخدمته مطحون 1 ملعقة كبيرة. حرك السكر مع المحلب، يعني أنا بدي كل العجينة يوصلها المواد اللي أنا حطيتها قبل ما أبدأ أعجن في عجينة الكعك. المية اللي استخدمتها مية دافية، وحبدأ أعجن عجينة الكعك بالشكل اللي انتو شايفينه. أنا مش هعجنه عجين، حلمه بأطراف الأصابع، يعني تقريبا زي ما كنت أبس. كل ما أحتاج حنزل مية لما أحصل على إنه العجينة إن أقدر أشكلها. هيك صار معايا قوام العجينة. بختبرها قبل ما أبدأ أعمل في الكعك. حقطعها وأبدأ ألف في الكعك. التف معايا الكعك بكل سهولة، لأن العجينة كان قوامها ممتاز، والعجوة عجنتها بطريقة صحيحة أنه ما تتقطعش معايا وأنا بلف في الكعك. حلف الكعك بالشكل اللي انتو شايفينه. العجينة ممكن اني افردها في صينية وافرد العجوة، بتكون اسهل للي ما عندوش وقت. ان شاء الله حنزلها فيديو. بالنسبة لما انا حطيته في الصينية ما حطيتش زيت، لانه الكعك بكون فيه كمية زيت مناسبة، يعني مش هيلزق في الصينية. وحخبزه على درجة حرارة 200، يعني تكون عالية النار بس مش عالية كتير. انا خبزته على الفرن الغاز. هيك صار معايا بعد ما انا خبزته. قوامه كتير ممتاز. الكعك طري، وفي نفس الوقت الكعكة ما بتتكسرش. وحلينا أهل البيت بمناسبة فوز المغرب، وإن شاء الله بتصعد للنهائي وبتفوز بكأس العالم، ومبروك لكل العرب. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير، وانتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله.